السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون أول يوم عليكم جميعا جميل ومبهج في وسط حبايبكم، ويديم عليكم يا رب لما الحلوة الطيبة، ويجعل كل أيامكم وخطاكم في بركة وسعادة، اللهم آمين. قبل أي حاجة، مين هنا بيقول سلام عليكم؟ يعني أكيد ناس كتير قوي بتعمل كده، مع إن هي يعني لو ركزنا فيها شوية هتحس بعد كده إن كل اللي جاي بعدها كويس. يعني زي بالظبط لما بتبدأ كلامك بسم الله، فلما هتبدأ كلامك بسم الله بمجرد القول بس من غير ما تحسها، مش هتاخد الإفادة من بسم الله، وهكذا. فيعني احنا جايين هنا، ده هدفنا الأساسي على فكرة، إن احنا نتدبر كل حاجة بنقولها ونحسها من قلبنا. عايزين نخدم كتير، عايزين نعمل عبادات كتير، بننزل نصلي التراويح وبلاقي ناس بتصلي التراويح وما بتصليش العشاء، مع ان الفرض اهم. يعني الفرض اصلا هو ده اللي احنا هنتحاسب عليه في الاول. فاحنا جايين بقى نتكلم في الحاجات دي كلها. طيب، مبدئيا انا يعني هتكلم لوحدي محدش هيتكلم معايا خالص عشان انا اصلا بتلخبط وبنسى وكده وعشان انا كمان بسجل محاضرات هتنزل يعني بعد كده، بما اني ايه بقول بسم الله وبقول يا هادي، فلسه برضو الدنيا مش صاحيه معايا قوي. أنا بصراحه الخطوه دي كنت بحلم بيها من سنين كتير جدا، وكنت ببقى خايفة دايما ان انا يعني ابدا، وناس كتير بتقول لي ازاي يعني ازاي انت لايف كوتش وخايفه اصلا، يعني لو قص جابها. بس عشان بحس انها مسؤوليه، وعمر ما كان يعني ما كان مليون كتاب ولا مليون كورس هيكفي ان الواحد يكون جاهز كفايه ان هو يدي محاضره كده بايه، بثقه. يعني الموضوع برضو مرعب شويه والعلم على فكره كبير وبحر واسع، مش بيخلص يعني. فخلاص بقى، يعني احنا لازم نتكل على الله ونبدا بقى. أنا أميرة جمعة، عندي 28 سنة، لايف كوتش حاليا المفروض يعني ومستقبلا إن شاء الله بزنس كوتش كمان. والقرار ده أنا أخدته يعني الكارير ده أنا أخدت القرار فيه بعد رحلة طويلة قوي، مش وقته خالص حاليا إن أنا أحكي لكم عنها، أنا مش جاية أتكلم عن نفسي. بس باختصار يعني إن الحمد لله، يعني الحمد لله ربنا وفقني وفتح عليا في المجال ده، سواء بقى كانت بموهبة أو فطرة اتولدت بيها، أو ظروف ساعدتني وتجارب وخبرات، أو علم اتيسر لي واتفتح لي كده من عند ربنا. ومن ضمن العلم ده انه اي كوتش بيحتاج يدرس ويبتكر ويجرب. يعني يجرب دي مهمة قوي. حلول كتير، يعني ما ينفعش خالص ان احنا نتوقف على حل واحد وخلاص، لازم نجرب حلول كتير علشان نعرف نقترح لكل حالة الحل اللي يناسبها. يعني الموضوع عمره ما كان كلمتين في العموم، يعني الكوتش ده مش بس بيقول لك نصايح وكلمتين في العموم، لا، الحلول بتتفصل على حياة كل واحد، عشان كلنا هدفنا نكون احسن. يعني كلنا بنطمح ان احنا نكون احسن، فبندور دايما على الاسلوب اللي يخلينا نبقى احسن. يعني عايزين بقى العملي بقى بس. فيلا بينا نبدأ بسم الله. الفرق بين الداعية والشيخ زي الفرق بين الكوتش والثيرابي. خليني برضو اجيب لكم السكرين التانية. حلو، يا رب ما اكونش طولت عليكم. اول نقطة، الفرق بين الداعية والشيخ زي الفرق ما بين الكوتش والثيرابي. قولوا لي رأيكم صحيح في في الحاجات اللي انا عاملاها على الكانفا دي. الكانفا ده امور قوي والله، بيفهمني. ماشي. الداعية والكوتش دول هما مجرد يعني بيمهدوا لك الطريق، يعني هما زي الانترو ليفل كده، هما بيوجهوك بس انت المفروض تروح لفين. وده بيحتاج انهم يكونوا ملمين، يعني على عكس الشيخ او الثيرابي بيكون متخصص اكتر. وطبعا دي بتكون درجة أعلى إنهم يتعمقوا في جزئية معينة، بس يعني الموضوع بيكون في الآخر برضو قدرات، مش أكتر ولا أقل. يعني لأنه برضو حوار إنك تبقى ملم ده بيبقى محتاج مهارات تانية، مهارات إدارية. فسبحان الله يعني ربنا بيوفق كل واحد في مكانته. يعني تلاقي الكوتش أو الداعية عنده القدرة الإدارية إنه يلم بمواضيع كتير، يعني يلم المواضيع من أولها لآخرها كده، ويبقى شامل لكل الجزئيات. لكن مثلا الشيخ أو الثيرابي هو عنده مهارات تانية إنه يتعمق ويدرس جدا في تخصص معين. ليه بنقول الكلام ده؟ علشان بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم عمركم ما تنتظروا من الكوتش أو الداعية إنه يجاوبك على استشارة محددة. يعني مش عشان أنت سمعت لحد مثلا بيقول لك حاجة معينة في الدين، يعني حاجة بابليك جدا عامة جدا، تدخل تسأله على حاجة خاصة. ممكن وارد يبقى هو مجتهد كفاية إنه عنده المعلومة دي، بس مش ده الصح. يعني توجهوا دايما للآهلين بالفتوى، والآهلين كفاية بالعلم، توجهوا دايما الناس المختصة. فأنت عمرك ما تنتظر من الكوتش أو الداعي إنه يجاوبك على استشارة محددة، توجه لأهل التخصص.
لانه مش احنا الاشخاص الكافيه خالص ان انت تاخد مننا فتوى كامله. طيب دورنا ان انت بتحتاجنا معاك واحنا كمان بنحتاجكم معانا، يعني احنا العمليه متبادله، بنشجع بعض وبندعم بعض. يعني دايما الداعي لما بيجي ياخد القرار ده هو بيلزم نفسه قصاد الناس انه انا لازم اعمل اللي انا قلته. يعني انا مش حاجه مشجعه ليه اكتر، فكمان احنا كمان بنحتاج ده. وكلنا داعيين باي ذا واي، يعني هو الموضوع مش محتاج حاجه معينه، هو محتاج بس منك انك تتعلم. يعني ابدا اتعلم، واللي تتعلمه قوله. يعني اي حاجه هتتعلمها اؤمر على طول بيها، الامر بالمعروف في الحاجه اللي اتعلمتها. وهكذا برضو الكوتش بيحتاج، انت بتحتاجه انه يدعمك، وهو كمان بيحتاج منك الدعم ده. يرتب معاك دماغك، يعني يقعد بقى يرتب كده كل الافكار اللي في دماغك اللي مش عارف تخرجها دي، هتلاقي دايما معاه ورقه وقلم يعني. دي اهم صفه. بيساعدك ازاي تفهم نفسك كويس، تحترم ظروفك، ازاي ترتب اولوياتك. اللي هي المرحله التمهيديه اللي المفروض بابا وماما يكونوا بيعملوها معانا. بس للاسف في بابا وماما كتير جدا مش عارفين يعملوا كده. وده مش موضوعنا خالص عشان نتطرق لتفاصيل، يعني للتفاصيل بتاعته، كل واحد يعني أضرب بظروفه وليه أعذار يعني. وزي ما قلت لكم خليكم فاكرين كويس قوي ان انت داعيه لنفسك ولاصحابك ولاهل بيتك، وانت دكتور نفسك. والله ده مش كلام وخلاص عمالين بنردده، لا خالص. لانه الداعيه بعد ما بيقول لك مثلا في فيديو انت شفته لازم تصلي وقوم صلي، هو مش هياخدك من ايدك يوديك ويصلي بيك. ولما تروح للدكتور هيكتب لك العلاج، هو برضه مش هيروح معاك ويقف على راسك علشان تلتزم. انت في ايدك لوحدك ده، فعشان كده انت داعيه لنفسك ودكتور نفسك. الخطوه الاولانيه اللي بتاخدها عشان تتعلم ولا تروح تكشف، انت اللي بتاخدها بنفسك، محدش بياخد من ايدك تعمل كده. فكل واحد يعني بيختار لنفسه هو عايز يبقى كويس ويلتزم ويخف، ولا هو عايز يهمل، عايز يصلي عشان الاجر اصلا بتاع الصلاه ده ليه لوحده والعقاب برضه هيبقى عليه لوحده، ولا هو مش عايز. فعشان كده دي حاجه مهمه. تاني نركز في كلامنا، يعني احنا من اكتر الفتن اللي بشوفها في وجهه نظري منتشر حاليا ان الناس بتردد. يعني المظاهر بقت صعبه، يعني الناس بتردد حاجات كبيره جدا بس مش فاهمين معناها او مش مدركين اهميه معناها. فاهمين اللي هي الحته اللي جوه دي. يعني تحس ان الحته اللي جوه دي بايظه، زي ما تكون بتشتري جهاز شكله شيك قوي بس المكنه بتاعته صيني من الاخر. يلا، ربنا يهدينا جميعا يا رب ويعلمنا وينفعنا يعني. اوكي، البوينت التانية، ليه اخترت رمضان ابدا فيه؟ حلو. ليه بقى؟ اخيرا يعني ان انا اصلا ابدا، لان هو كان اكتر شهر منظم ومجدول لوحده كده رباني يعني. دي هديه كده. هو الشهر مديك مواعيد ومديك جدول. والعلماء خلاص احنا عارفين هم اختلفوا ان اكتساب العاده بيكون ما بين 21 يوم، 42 يوم، 63 يوم. فلما يبقى معانا 30 يوم على الجاهز، ما استغلش الفرصه ليه؟ وبمناسبه كلمه فرصه، مش كل الفرص يا جماعه بنقول لها حاضر. في فرص كتير في حياتنا بتكون فعلا وقتها مش مناسب. يعني اتعلم برضو انك انت اصلا تحدد هل هي فرصه ولا هي اصلا مش فرصه، بس هو كله بيعملها فانا حسيت ان هي ضاعت مني. لا، في حاجات مش مناسبه لينا ولو عملناها هتكون بتضيع اولويات اهم منها. فمش اي حاجه نطلق عليها فرصه. ولكن في حاجات تانية بقى للاسف بنضيعها ما بين ايدينا كده وهي جايه لنا يعني ملفوفه ومتشيكه، زي رمضان. يعني يعني نعمه رمضان على الواحد وان هو انك تحضره ده، دي نعمه كبيره قوي من كل الجهات بجد يعني. سبحان الله يعني. فهي فعلا دي فرصة لازم تستغل. فإن شاء الله بإذن الرحمن هكون معاكم إن شاء الله 30 دقيقة بالكتير، يعني مش هرغي كتير. هحاول إن أنا أنجز وأريش عشان نلحق ننام لمدة 15 يوم يعني يوميا إن شاء الله بإذن الرحمن. الساعة 10 ننوي مع بعض كده كلنا إن السنة دي كلها رمضان، مش شهر. السنة دي إن شاء الله كلها رمضان. فده شعارنا، السنة كلها رمضان. إيه شعورك تجاه شعارنا؟ تيمون وبومبا حد متابع معايا؟ بس كده. ف فان شاء الله بعد كده بقى هيبقى في 5 ايام هقترح بقى عليكم ممكن تعملوا بقى فيهم ايه. هقول لكم يعني شويه اقتراحات لطيفه. وبعد كده اخر 10 ايام الايام العزله المقربه للقلب، يعني نعتكف بقى ايه على قدر استطاعتنا. كل واحد على قدر استطاعته ويفصل الاعتكاف اللي مناسب لظروفه. ونجهز طبعا للعيد ونستعد له كده عشان تعظيم شعائر الله ايه من تقوى القلوب. بس كده. لازم اقول بس كده، لو ما قلتش بس كده تتحرق. طيب، ايه النقطه اللي بعدها؟ النقطة اللي بعدها أو هنتكلم عن جوانب الحياة. حلو.
بسم الله. طيب ايه هي اصلا جوانب الحياه؟ خليني اجيب لكم السكرين اللي بعدها وبعد كده نبقى نرجع لهنا تاني. دي جوانب الحياه يا جماعه. حلوه كده، واضحه اموره وجميله. اوكي. الروحاني، العقلي، الجسدي، المالي، العلاقات، النفسي، الترفيهي. هنتكلم وهنفسر كل الحاجات الكبيره قوي العميقه دي. اول حاجه جوانب الحياه مبدئيا كده، عمرنا ما هنعرف نوازن ما بينهم كلهم بالمصدر، ولا يكون في نسبه ثابته لكله. يعني دي حاجه مستحيله ان هي تحصل. الواقع والتنفيذ بيحتاج حكمة أكتر من مجرد لباقة الكلام. يعني الحكمة اللي بتبقى عندنا في الكلام قوي ما شاء الله بنقول كلام فلالي، حكمة التنفيذ والواقع دي بقى، دي الجلاشاية، دي التركية. فاحنا عمرنا ما هنعرف نخلي كل جوانب الحياة برسنتج معينة وثابتة. حلو. طيب الحكمة دي عشان نقدر نوصل لها محتاجين ايه؟ محتاجين ان احنا يبقى عارفين نفسنا كويس قوي. يعني كان في محاضرة جميلة قوي سمعتها، انا للاسف ناسي اسم الانستراكتور، بس كانت بتقول احنا المفروض الاهم ان احنا نعرف نفسنا قبل ما نعرف ربنا. ليه؟ لان انا لو ما عرفتش نفسي انا مش هعرف اجبرها او احب او يعني اخليها تصبر على معرفة الله. لان ان معرفة الله دي يعني ده اساس، وده ان شاء الله اللي هنفهمه في اخر المحاضرة، تفهموا اقصد ايه. فبجد احنا لازم نفهم نفسنا كويس قوي، ونعرف نروضها صح، ونعرف نخليها امتى تركز وامتى تفصل، وامتى تعمل الجانب ده وامتى تروح للجانب ده وامتى توزع صح. والمعرفة والنصايح يا جماعة يعني ما فيش أسهل من إن إحنا بنقولهم لبعض. أراهن الجميع اللي بيسمعني أيا كان يعني يكاد يكون عارف أكتر كمان من اللي أنا بقوله، يعني عنده علم أوسع كمان. هي الفكرة إنك بتعرف تطبقها، يعني هي دي الفكرة. هل أنت فعلا كل حاجة أنت عارفها بتعرف تطبقها؟ الله يعني يكرمه يا رب ويبارك في كريم إسماعيل. يعني أول نصيحة سمعتها له، المعرفة لا تعني التطبيق، ودي أول حاجة أنا بقولها لنفسي كده في الصبح. وانس إن أنا عارفة إن الدش الساقع مفيد، ده مش معناه أبدا إن أنا هقدر أخده من الآخر. فالمعرفة فعلا حاجة، وإن أنا أقدر أكون عارف نفسي إزاي أطبق الصح دي حاجة تانية خالص. هو ده بقى دور الكوتش بقى. حلو. طيب أنا بقى هنا عشان اقول لك انا عرفت اطبق الواقع ده ازاي، والرحله دي اخذت مني وقت قد ايه. والله بجد ما لا يقل عن حوالي 6 سنين. 6 سنين انا بستراجل بقى، يعني كميه بقى معرقلات ومعوقات ومطبات عشان بس اعرف اوصل لحته انه انا فاهمه انا المفروض اعمل ايه دلوقتي، ده المطلوب مني دلوقتي، او انا فاهمه المرحله الانتكاسيه اللي انا بمر بيها دي علاجها ايه. لان كل مرحله انتكاسيه ليها علاج مختلف. طب الفترة ال6 سنين اللي أنا باحكي لكم عليهم دول كان ما بينهم مرحلة انتقالية اللي هي ما بين 19 سنة ل21 سنة، طبعا المراهقة، ومرحلة اسمها تحديد الهوية اللي هي من ال24 ل25. يعني دي مراحل برضو يعني كعلم نفس بقى اللي عايز يتوسع يعرف بقى إن الأعمار مقسمة إلى مراحل، علشان يبقى فاهم كويس قوي إن في مراحل كده معينة فيها خط أحمر، يعني بنمر بشوية زي كده struggles معروفة كله بيمر بيها في مراحل معينة، اللي هي مراحل الانتقالية ومراحل تحديد الهوية وكده. اوكي. احنا خلاص ذكرنا ايه هي الجوانب. طيب بعد ما ذكرناها وبعد ما اتكلمنا في المقدمة اللي انا طولت فيها دي ايوه برضو يعني ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا كل يوم بصحى من نومي واعي ان انا لازم اليوم بتاعي يكون فيه نجاحات في كل الجوانب دي، بس النسب متفاوتة. يعني مثلا هنا 20، هنا 50، هنا 80. اليوم اللي بعده هكمل على النسبة اللي بتاعت امبارح لحد نهاية الأسبوع وهكذا. فيعني بروح كده، أنا مثلا الجانب الروحاني النهاردة حطيت له نسبة 80، فأنا بكرة ناقص 20، أو أنا أصلا عايز يبقى كل يوم 80، أو أنا عايزه كل يوم 100. الجانب الجسدي النهاردة مثلا أنا حطيت له 20، فأنا بكرة هكمله يوصل لل100 وهكذا. فإحنا بنقسم زي ما قلنا مش بنسب متفاوتة، المهم إن أنا أكون يومي يشمل فيه كل الجوانب. وانت بتختار الليميت بتاعك زي ما قلت لك. انا اصلا راضي بال90، انا مش عايزه اوصل لل100. لا بقول لك ايه، انا الجانب ده بالاخص لازم يبقى 100% كل يوم. في مثلا جانب تاني زي الترفيهي هو يكفي عليه اصلا على مدار الاسبوع كله 30، يعني هو ما يزيدش عن كده، لان هو اصلا بيبقى كل اسبوع مره. وما ينفعش ابدا املا الجانب مثلا النفسي قبل العقلي. ما هو هستوعب ازاي؟ او فين الوعي اللي هيترجم النفسيه؟ ولا املا مثلا ترفيه قبل المالي. يعني حتى يا جماعه والله لو هترفه بشويه ورق تقصقصه في البيت، فانت محتاج فلوس عشان تجيب بيهم شويه الورق دول، حتى الورق بفلوس والمقص وكل حاجه. ففي جوانب بديهيه كده بتتمني قبل.
جوانب اخرى دي كلها والله اشياء المفروض ان هي بالفطره وبديهيه، لكن زي ما قلت احنا للاسف في الزمن ده اكتر فتنه بنمر بيها ان احنا مش فاهمين احنا بنقول ايه، ومخنا بيحتاج دايما ان احنا نرجع نتذكرها تاني، اللي هي البديهيات دي و... وبس كده. طيب في بقى حاجة تانية، في حد بيكون بيحتاج انه يحط نسبة اعلى من الطبيعي عشان هو عارف نفسه كويس قوي انه مش عارف يحققها كلها، يعني اللي هو ايه، انا عايز اجيب في المادة دي 90% عشان هو عارف ان هو اخره اصلا هيجيب 70. وفي حد تاني يعني ده اسلوبه مثلا في التحفيز وهو فعلا هيعرف ينجح كده. في حد تاني في ظروف اصلا خارج ارادته، وظروف فعلا بمعنى كلمة ظروف تمنعه ان هو يعدي ال 50. يعني انا مش هعرف اجيب مثلا 90% وانا ما يعني عندي اصابه صعبه او مرض طبعا ربنا يعافينا وبتاع، فانا اصلا مش هينفع احفز نفسي بالطريقه دي، انا كده بحبطها. ففي الحاله دي انا لما اجي احط الليمت بتاعي هحطه على الادابت للظروف بتاعتي، مش هحط حاجه غير منطقيه تحبطني. بس فبالتالي ما ينفعش احط الشخص ده مع حاله التحفيز دي ده والشخص ده مع الحاله التحفيزيه دي، كل واحد بيلبس اللي على مقاسه. تمام. طيب هنتكلم برضو في تفاصيل الحوار ده يوم محاضرة الوقت إن شاء الله، علشان إيه، ما نتوهش من بعض. طيب هتلاقوا التقسيمة بتاعت جوانب الحياة دي على النت، أو كذا دكتور مقسمها تقسيمات مختلفة. في ناس بتقسمها لأربعة بس، اللي هو روح وعقل وجسد وقلب. وبعدين بقى جوه القلب يقسموا بقى يعني القلب ده يبقى شامل النفسي والعلاقات والترفيهي والمادي، يعني ما شاء الله. او سوري الترفيهي والمادي والمالي مع العقلي والنفسي والعلاقات. استنى عشان ما اتلخبطش القلب. ايا كان يا جماعه، انتوا لما تدخلوا للاربع تقسيمات اللي هم الاربعه جوانب للدكاتره التانيين هتلاقيهم ان هم حاصرين الباقي جواها. انا ما حبيتش بقى، ما حبيتش عشان بتلخبطني الحوار ده. انا اللي حبيته التقسيمه دي اكتر عشان فيها مساحه كده وتأني كده ومتفصله ومتقسمه وما تتلخبطش، كل حاجه واخده حقها، ومخي كده بيعرف كل يوم يستحضرها كويس ويتشربها يعني. هشرح باختصار كل جانب عبارة عن إيه، بس مش ده موضوع حلقتنا، أنا مش جاية هنا أتكلم عن الجوانب، أنا بس هديكم نبذة كده. الجانب الروحاني ده بنملاه إزاي، عشان كل يوم مطلوب مني أملاه إزاي؟ بالعقيدة والدين، يعني دي أهم حاجة، دي أهم حاجة بجد، العقيدة بتاعتك ودينك علاقتك بربنا. طيب الجانب العقلي ده بملاه إزاي؟ ده مجال واسع قوي قوي، يعني سبحان الله هي الآلية مخنا أصلا معقدة جدا، وكل ما بيزيد وعينا بنفسنا كل ما بتزيد عزيمتنا وإرادتنا، عشان بنعرف نصطادها، خلاص بنعرف نروضها صح. الجانب الجسدي اللي هو الرياضة والصحة والعافية، وبالمناسبة في فرق كبير ما بين الصحة والعافية. الصحة دي اللي هو إن الإنسان يخلو من أي علة، سواء كان عضوي أو نفسي أو عقلي. أما العافية فهو خلو الإنسان من مسببات وجود العلة أصلا، يعني عشان كده هتلاقي دايما في من اشمل الادعيه اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، يعني ان اكون معافي ومبتعد تماما عن الوقوع اصلا في مسببات حدوث اي عله، زي محصن كده. وعامة دي بتكون يعني شوية خارج إرادتنا، يعني قدر، وإحنا عارفين إن كل حاجة فيها جانبين، المسير والمخير. فالعافية قدر، والقدر كله خير، يعني القدر كله خير. واللي يعلي أكتر من الخير ده الدعاء. حلو، كل ما تحب إن قدرك يبقى ألطف ما يكون وعافيتك ألطف ما تكون، ادعي عليك الدعاء. لكن الصحة اختيار، أنت بتختار تحافظ على الأمانة ربنا سلمها لك، وأنت بتختار أكلك وشربك وحياتك، ففي فرق يعني في المعنى. طيب إيه المالي؟ إيه الجانب المالي؟ معروفة خلاص يعني، كلنا الحمد لله يوم 3 في الشهر بنفلس، عيش يا جماعة مش مشكلة. نسكيب البوينت دي ماشي. النفسي، النفسي بقى ده كتير قوي بصراحة، يعني انت عندك تقدير الذات، الاكتفاء الذاتي، الثقة بالنفس، المشاعر في العموم. المشاعر في العموم دي اصلا موضوع كبير كبير قوي، فزي ما قلت لكم موضوع مش هينفع يخلص كده. طيب ايه العلاقات؟ اللي هي اسرتك، صحابك، شغلك، الناس اللي حواليك. طيب ايه الترفيه؟ الترفيه ده زي التجارب المختلفة اللي بنجربها، السفر. وبمناسبة الترفيه في حاجة اسمها وقت فراغ. المؤمن لا يملك وقت فراغ، ده مصطلح غربي فاشل، لكن احنا كل وقتنا مأجورين عليه. يعني وقت الترفيه اللي بقضيه مع أولادي أو بسافر مع أصحابي لو احتسبت ليه نية ليه أجر. تمام، كل وقت المؤمن مأجور عليه، بل لو بس هو ركز في النية قبل، فمفيش حاجة اسمها وقت فراغ. حلو. طيب وكل الجوانب في العموم يعني هي باختيارنا على فكرة، يعني انت بتختار، انت
تقدر تدي لكل جانب ايه وتوفي له حق ازاي وتتقنه ازاي عشان تحسن من نفسك وهكذا. ولكن الاختيار هنا مش معناه ان هي الانا خالص. الاختيار هنا بيكون انك تكون متيقن جدا داخليا انه فقط وبفضل الله وحده وبعونه وكرمه وحده هيرضيك وهيسدد خطاك وهينجحك ويسعد قلبك ويريح بالك. بمعنى المخير هنا مش ان هو انك تقدر لوحدك تختار انك جامد، لا انت مخير انك تقدر تختار الافضل بس بعون الله وحسن توكلك عليه. يعني بتقول لنفسك انا يا ربي اخترت اكون بصحة جيدة ومش هقدر اعمل ده الا بيك لوحدك. هنا بقى هو ده المخير، مش مخير بيك انت، مخير انك رميت هدفك لله وسعيد. وهتشوف بقى انك انت هيجيلك ايه، حاجات كتير قوي حلوه ان شاء الله. المهم هنعرف كمان ان شاء الله مع بعض ازاي نتعامل مع فترات الانتكاس زي ما قلت قبل كده، لانه التعامل مع فترات الانتكاس هو الاهم اصلا والاولى من ان انا اعرف احط خطه. يعني اولا انا لازم اتعلم احط خطه، ولازم اتعلم احط خطط بديله لما الخطه تبقى مش مناسبه. يعني يبقى عندي نسب عاليه من التكيف وسرعه وجود حلول، وان انا ما اقفش محلك، يعني خلاص ما يأس، لا حطيت خطه وحطيت بدائل وعرفت اتصرف ازاي مع انتكاساتي. اوكي. اوكي نشرب بقى ميه بس عشان انا خلاص خلصنا جوانب الحياه. اه ايه تاني هنتكلم عنه؟ فهرس المواضيع. دي بقى فهرس المواضيع يا جماعة معانا إن شاء الله، يعني يوميا كده. لو حد مثلا مهتم بموضوع معين يحضره، مواضيع تانية مش شغلاه ما يحضرهاش قشطة عادي. هنتكلم عن الوضوء، وطبعا ده آه، للجانب الروحاني والجسدي. الصلاة هي بتملى كل الجوانب. الغذاء طبعا العقلي والجسدي، العقلي قبل الجسدي مش الجسدي لوحده. ركزوا في الحوار ده، مين قبل مين. يعني احنا بنقوم ناكل اكل صحي بعقلنا. عقلنا هو اللي بيختار لنا ان احنا نصبر ان احنا ناكل اكل صحي وبنختاره. حلو مش يلا يلا هنيجي في يومها الصحبة طبعا برضو العقلي والعلاقات والنفسي. الصيام الروحاني والجسدي. انا بقول الموضوع هيملأ انهي جانب عشان زي ما قلنا كل يوم احنا بنبص للجوانب نلاقيها ازاي. فيلا بقى ازاي بقى، دي هي دي المواضيع. الاعمال التطوعيه الروحاني والنفسي، القران كل الجوانب طبعا، العلم الشرعي والعلم الدنيوي بيملى الجانب العقلي والمالي، الذكر الروحاني والعقلي والنفسي، الترفيه ده اصلا لوحده جانب، الرياضه العقلي والجسدي، الدعاء الروحاني والعقلي والنفسي، الوقت ده العقلي والمالي والنفسي، الهدف كل الجوانب برضه. بس كده. ان شاء الله تكون المحاضرات عمليه فعلا ومناسب، يعني مناسب للكل انه يطبقها، وكل واحد يبدا يشوف ايه اللي مقاسه وايه اللي مناسب ليه، ويبدا يوعى انه يستحق. كلنا نستحق، احنا والله بجد نستحق، ربنا ميزنا بالعقل. فدي حاجه فعلا مميزه كادميين يعني كبني ادمين. كلنا نستحق كل يوم نشحن الجوانب دي. المفروض ان انا كل يوم بذكر نفسي بيها وببص عليها وبعمل لنفسي عملية توكيد على ان انا لازم اتبعها. وتاني يا جماعة خدوا بالكم من مصيدة ومكيدة الكمالية. بلاش بلاش والله، دي من الحاجات اللي اخدت معايا وقت طويل. النسب بتكون متفاوتة عادي خالص، ده الطبيعي. بس كده. وبعدين هيكون ان شاء الله معانا في الاخر الوقت تفسير آية وحديث. طيب يلا بينا بقى نروح لتفسير آية وحديث. الآية يا جماعة المرة دي أنا هسيب لكم فيديو هبعته لكم لينك طبعا، ولو هنزله على التيك توك أو على الفيس هسيبه في الكومنتس. الفيديو ده غير معاني كتير قوي في حياتي. هو بيشرح صفحة 6 على ما أتذكر في سورة البقرة. وهو أصلا كان يعني أجنبي ملحد، كان تقريبا ملحد أو قبطي مش فاكرة بالظبط، هبعته لكم. وايه اللي خلاه يسلم يعني. وهو بيتكلم بجد يعني من اكتر التفسيرات اللي بجد تحفه. يعني انا يعني اتمنى ان انتوا تشاركوني الموضوع وصل لكم ازاي بجد، يعني لانه انا الفيديو ده شفته كتير قوي وقعد معايا ايام وليالي كده. معاني اتبدلت. يا جماعه احنا مش بنعبد ربنا علشان العباده يعني مش هو ده.
ربنا ما خلقش الكون والبني ادمين عشان يعبدوه، ما الملائكه بتعبده، وهو غني اصلا عن العباده. وانما ربنا خلق الكون عشان تعرف ان ربنا خلق الكون. فلما تعرف ان ربنا خلق الكون فتبدا تكتشف انه الله الرحيم، الله اللطيف، الله الخبير، الله العليم. الموضوع كبير كبير يعني. هسيب لكم الحوار ده ومن بعدها انا متاكده ان الفيديو ده هيغير جوه ناس، يعني جوه قلوبنا حاجات كتير قوي، جوه قلوب يعني ناس كتير قوي. حته انه بجد بجد انت ازاي لحد الان ما حاولتش تتعلم عن اسماء الله الحسنى؟ مش استنكار عليك والله، عادي كلنا انا يا لهوي، يعني ما اتمناش ان حد كان يشوفني من 6 سنين، بجد كنت حد بشع. ربنا يغفر لنا يا رب، ربنا يغفر لنا ويتم ستره علينا. بس يعني خلاص فوق بقى، يعني فوق يعني. يلا ربنا يا رب يتقبل يعني. المهم كان نيجي بقى لنقطة الحديث. بصراحة كان في أحاديث كتيرة قوي حوالي يعني قدامي كنت عايزة أتكلم عنها، وخاصة عن موضوع الصبر. بس أنا ما عرفتش أختار أفضل واحد فيهم، كلهم حلوين، كلهم بجد كان نفسي أحكي عنهم. أنتوا تقدروا تسيرشوا برضو إيه الأحاديث اللي وردت الصحيحة عن الصبر. وليه كنت حابة أختار موضوع الصبر؟ لأن إحنا بنصبر على متاعب طلب العلم يعني، والوقت والمجهود الذهني والبدني وقلة النوم والمصاريف والنت والمواصلات. ده صبر في حد ذاته يعني. انت لو ركزت كده واحتسبت نية قبلية، بيبقى العمل كبير قوي قوي عند ربنا. لو حاجة صغنونة قوي بس قبلها نية كبيرة، بس خلاص هي كده وصلت. وتبقى محتاج بقى بعد كده منك انك انت تستمر وتصبر واصطبر. يعني اصبر واصطبر، وفي فرق على فكرة بين الصبر وان تصطبر. وبرضو اقرأوا عنها وشاركونا، المعنى مختلف وتحفة. بلس بيحتاج منك تاني سواء كنت متعبد أو طالب علم إن يكون عندك يقين بحفظ المكافأة اللي هي في الحياة الأدبية. أنت متأكد إنك مأجور وهتكافئ على كل حاجة أنت بتعملها. فلو جيت مثلا شفت المجاهدين زمان كانوا بيصبروا على آلام الجهاد علشان هم متأكدين ومتيقنين بالجزاء اللي هياخدوه. وكلما زاد يقينك بربنا كلما زادت طاقة الصبر. يعني اللي بيشد على نفسه قوي وبيصبر ويتحمل ده علشان هو يقينه بالمكافأة شديد يعني، يقينه بالآخر والجزاء شديد قوي. فأنا في الآخر اخترت بقى أصلا عن موضوع الاستقامة، حديث عن موضوع الاستقامة. ليه اخترت الموضوع ده؟ علشان زي ما قلت في البداية، هي مش بشطارتنا، هي مش بشطارتنا خالص. خلوني افتح معاكم الكتاب. هو كتاب كان جاي لي هديه من زمان قوي، اللي هو القديم بتاع رياض الصالحين. اتمنى ان انتم تدعوا يعني دعوه في الغيب للشخص اللي اداهولي، الله يرحمه يا رب ويرزقه اعلى منازل الجنه. الحديث اللي استوقفني في موضوع الاستقامه اللي هو بيقول آم، فين؟ اللهم صل على النبي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله، لن ينجو أحد منكم بعمله. بعد ما بنختار الجوانب وبنعملها وبنستمر وبنصبر والحاجات الأمورة دي، مش هو ده اللي بينجينا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ يعني حتى أنت يا رسول الله مش هتنجو بعملك؟ فقال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. بس رواه مسلم. وهنا المقصود بالمقاربة يعني الذي لا غلو فيه ولا تقصير، يعني قاربوا وسددوا يعني ولا تتعبدوا قوي 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 ولا تفلتوا قوي قوي قوي. قاربوا اللي هو القصد ما بين لا غلو فيه ولا تقصير. واستدد اللي هو الاستقامة، اللي هو الاستمرار والصبر والإصابة وإنك أنت دايما يا رب نور بصيرتي بما يرضيك وهكذا. ومع معنى كلمة يتغمدني اللي هي ولا أنا، لما الرسول رد عليه ولا أنا إلا أن يتغمدني. يتغمدني يعني يلبسني ويسترني يعني عارفة لما تحط حاجة واسعة كده في شوال، يعني بتتصير مثلا في قلب شوال اللي هو خلاص مليتك، يعني ربنا يملاني ويتغمدني يلبسني ويسترني برحمة منه وفضله. بس أتمنى يكون الحديث ده فرق، بما إن دي المحاضرة الاستفتاحية. في الأول وفي الآخر إحنا بنجتهد و... وبنسأل ربنا يعني السداد والتوفيق والتقبل. أصلا محدش ضامن إن العمل متقبل ولا لأ. عندنا حسن توكل بالله كبير، بس عارفين كويس قوي إن عملنا مش هي اللي هتدخلنا الجنة، يعني إحنا متأكدين مهما سعينا برضو مش هي دي اللي هتدخلنا الجنة. بس فعشان كده بقول يا جماعة، مهم قوي قوي بجد دراسة أسماء الله الحسنى، مهمة قوي يعني يكاد تكون الصلاة دراسة أسماء الله الحسنى. القرآن بجد ادرسوا
ويتعمقوا قوي، لان هي بجد ملهاش ثوابت. يعني هتلاقي كميه اجتهادات من الائمه والشيوخ، الله على كميه التفسيرات والاجتهادات في كلمه، يعني في تفسير بس الحليم بس الحكيم بس اللطيف بس، ايه ده، بحر ما بيخلصش. بس كده. واتمنى ان شاء الله تكون محاضره خفيفه لطيفه. هبعت لكم بقى الفيديو بتاع تفسير الايه و... ننهي بسبحانك اللهم وبحمدك. يا رب نركز في الكلام كده واحنا بنقوله، سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله يا رب الذي وفقني لهذا، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم يا جماعة، باي باي.